تعرف انك لو حوشت كل سنة 3000 جنيه بعد 30 سنة هيبقى معاك 4 مليون جنيه؟ قبل بس ما تجيب الكالكوليتر وتحسب ورايا وتقول لي دول 90,000 مش 4 مليون جنيه، انا هقولك ازاي. رونالد ريد قدر يحقق المعادلة المستحيلة دي علشان ما عملش زيك وجاب الكالكوليتر وراجع ورايا. الراجل ده فضل 365 يوم كل شهر بيحوش 300 دولار في دخله، وبعد 65 سنة ثروته وصلت حوالي 8 مليون دولار. عارف بقى لو كان بيحطهم في البنك كان زمانهم دلوقتي 200,000 دولار بس. السر اللي خلى الراجل ده مليونير انه كان بيستثمر الفلوس دي، مش بس بيحوشها، وكان بيستثمر في اسهم الشركات اللي هو عارفها، والشركات دي كانت بتوزع ارباح كل سنة زي جنرال موتورز وجينس الكتريك واي تي اند تي، شركات تقيلة وموجودة من زمان، وبالتالي وضعها ثابت في السوق وسهمها بيزيد مع الوقت، ونتيجة استثماره انه بقى مالتي مليونير. وهنا المثال حقيقي لكتاب الاب الغني والابن الفقير، لان هو كده بقى الاب الغني اللي بيستثمر فلوسه اللي بتجيله كل شهر، وبعد مدة وصل للحرية المالية اللي كلنا بنسعى لها يا عزيزي المشاهد. المعلومة بقى اللي انت مستنيها من اول الفيديو ان الراجل ده لما كان بيستثمر ما كانش خبير استراتيجي ولا مستثمر كبير ولا حتى دارس بيزنس يعني بطريقة فظيعة. الراجل ده كان بيشتغل شغلانات بسيطة جدا، زي انه كان عامل في بنزينة او عامل نظافة. انا بحكي لك القصة دي علشان ما تجيش تقول لي يا عم ما انا المرتب بتاعي على قدي. من الاخر انت تقدر بارقام بسيطة تستثمر في شركات كبيرة، ومع المدى الطويل الفلوس دي هتزيد. قول لي بقى في الكومنتات انت ممكن تستثمر في ايه. انا محمد فرج، سلام.